بمناسبة الكلام عن التفويت في المباريات في الدوري المصري كتير الأيام ديت، وخصوصا عندما يذكر اسم الأهلي. بالمناسبة يعني هم قاعدين جولتين، الأهلي والبنك الأهلي يوم السبت، والأهلي وفاركو بعديها. الكلام كتر طبعا عن التفويت، ومفيش يعني تقريبا نادي تبع شركة ما بيفوتش الأهلي. ده بعيدا بقى عن كلام التحكيم، يعني عن حكاية التحكيم ده جزء لوحده. يعني التحكيم في كل مباراة الأهلي ده جزء لوحده، طبعا بيحسب القصة والليلة. إذا ما فيش لاعب مثلا مشاها ولا مدرب مشاها أو الفريق مشاها، بيمشيها الحكم. فالتفويت عندما يذكر اسم الأهلي يكون موجود مباشرة. ده انت علي ماهر في مباراة سيراميكا، الكرة اللي المفروض العيال كانوا هيجيبوها هدف وياسر ابراهيم انقذها، الكاميرا راحت على علي ماهر فرحان ومبسوط. ده انت في لقطة زي كده مدرب تاني عنده دم وعنده نخوة وعنده ضمير وعنده اخلاق وعنده دين كان زمانه متشحتف. ما بتشوفش انت مدرب بيراميدز بيعمل ايه لما بيكون متأخر او خسران او متعادل وكرة زي كده فريقه بيضيعها؟ بيبقى عايز ينزل يمسك اللي ضيعها، يعني يعمل فيه السليمة. انت واقف تضحك علشان كرة زي كده ضاعت، وطالع بس تقول اصل هو ربنا كان في الاخر عايز سيراميكا، عايز الاهلي يفوز. يعني انتوا خلاص الاهلاوية يعني وصلتوا لمرحلة كمان ان كنتوا بتعوضوا كل الفشل الحقيقي في ارض الواقع على انك توصل تتكلم بلسان ربنا. قال لك ربنا كان عايز الاهلي يفوز في الاخر. لا، ربنا مش عايز الاهلي يفوز. ربنا خلق الانسان حر، علشان لما يجي الانسان ده ويختار الطريق السليم يبقى برضه حر، فيدخل مكان محترم بعد ما يتولاه ربنا يبقى برضه دخل بجدارة وبقيمة وكان يستحق. ولما ما يستحقش الحاجة الكويسة او النهاية الكويسة، فطبيعي هيستحق اللي هو اختاره. فانت اخترت تبقى فاشل، انت اخترت تبقى فاسد، انت اخترت تبقى مفوت، انت اخترت تبقى ما عندكش ضمير، ما عندكش اخلاق، ما عندكش دين، ما عندكش اي شيء كويس، ولا نزاهة ولا شرف ولا عدالة ولا اخلاق ولا رياضة ولا اي شيء. هل ربنا عايز كده؟ لا، ربنا مش عايز كده. انت فزت، هل ربنا عايزك تفوز بكل المواصفات دي؟ استحالة يكون ربنا عايز كده، استحالة. يعني بالمنطق، مش هتكلم انا بقى بلسان ربنا زيك كده وهقول لا لا، هي بالعقل كده. ربنا عايز الانسان يبقى كويس، خلينا نكون متفقين. تمام. استحالة ربنا لما يشوف واحد بيعمل حاجة وحشة ويفوز اكيد ربنا كان عايزه يفوز. لا، ربنا عايزه يبقى كويس ويفوز. طب هو فاز. اي واحد شرير ممكن يفوز، اي دولة شريرة ممكن تفوز، مفيش مشكلة. بس العقاب الحقيقي بيكون فين؟ هل ربنا عايز فعلا الناس دي تكون منتصرة وتكون قوية وتكون جبارة؟ لا طبعا، ربنا عايز الناس تعيش في سلام، في فرح، في محبة، في سلام، في نزاهة، في شفافية، في عدالة، في أخلاق، في حب الكل لبعضه. طبعا ده تستثني كل ده من الأهلاوية. أهلاوي يعني مفوت، وفي الآخر يقول لك أصل ربنا هو اللي كان عايز كده. يعني ايه ربنا عايز كده؟ يعني ربنا عايز النادي الشمال ده يفوز؟ ربنا عايز واحد زيك يبقى واقف فرحان مبسوط ان فريقه ضيع هدف غالي كان ممكن يغير مثلا بنتيجة كبيرة اتجاه الدوري، اتجاه بطولة، وانت بتظلم أندية تانية عشان تفوت كده وفاكر ان الموضوع عادي وهو ربنا، وضميرك بقى بتنيم انت ضميرك بالكلمتين دول اصل ربنا كان عايز كده. لا، لازم تفوق ضميرك وتفهم ان ربنا مش عايز كده. ربنا سايبك حر علشان لما تدخل تتعاقب تبقى انت اخترت لنفسك العقاب، هو مش هو اللي هيعاقبك، هو انت اخترت عقابك بنفسك بحياتك في الدنيا وظلمك للناس وظلمك كمسؤول وفسادك وتعريصك وشغلك الشمال وتفويتك وكل الحاجات العدم النزاهة وعدم الحج وغياب كل الحاجات الكويسة. انت اللي بتختاره بكامل حريتك. فزت بقى، خسرت، كسبت، ده حاجات يعني اكيد انت وصلت ليها بطريقة ما، بس ده مش معناته ان انت على
حاج. يعني ممكن الاهلي بيفوز فالاهلي مثلا بيفوز، فممكن يكون بيفوز بالغش، بالتزوير، بالفساد، بالفلوس، بالتفويت اللي كلنا عارفينه. هل ده معناته ان ربنا عايز كده؟ استحالة ربنا يكون عايز كده. وربنا شايف الظلم، وشايف ان ده بيقهر ناس وبيقهر انديه وبيدمر مستقبل لعيبه وبيدمر انديه وبيدمر منافسات، والانديه دي داخلها بني ادمين، والبني ادمين دول ليهم مشجعين، والمشجعين دول بيباتوا زعلانين ومتنكدين، وكل دي ظلمات، مش ظلمه، ظلمات. فلما بتعمل ظلمات زي كده بالتاكيد حسابها بيكون عسير. والله بقت ظروفك انت اتهيأت انك تاخد عقابك في الدنيا، تمام، ما حصلش، بالتأكيد فيها عقاب بالتأكيد، لكن ما تقوليش ربنا عايز كده. طيب بمناسبة التفويض عشان ما ننساش، البنك الاهلي يوم السبت، يا ترى مين هيفوت في مباراة البنك الاهلي؟ هل حارس المرمى هيفوت؟ وانتوا بتقولوا عواد فوت الكوره لبيراميدز، اعتبروا انه فوت، واعتبر ان احنا كنا عايزين كده، تمام. كل انديه الشركات وكل الانديه اللي بتفوت لك ملهاش اول من اخر، والبنك الاهلي هيجاب لك. انا مش هنشكك في حد، بس عندك حارس المرمى ممكن يفوت، واحد من الدفاع يفوت ما يدافعش كويس، واحد من الهجوم زي فخري لقاي لو حب يجيب الكوره ما يجيبهاش. ده في البنك الاهلي اللي هيلعبك يوم السبت. طيب ادي دول مثلا 3، اختار بقى مهاجم، مدافع، حارس مرمى، او المدير الفني نفسه يكون حاطط خطه بطريقه يلعب يفتح لك المباراه فتجيب اهداف براحتك والموضوع انتهى. طبعا ده كله بالاضافه لشغل التحكيم. ده التفويت، ده البنك الاهلي في المباراه الجايه يوم السبت. نتمنى ان ما يكونش في حاجه من ده كله، غير يعني ما نتمنى حتى التحكيم، الشغل التحكيم ما نلاقوهوش، نلاقي تحكيم عادل، ونلاقي فريق بيلعبك كامل، ما يكونش في حد خاين. احنا بنتكلم عن الخيانه، مش بنخون حد، بس احنا فريقنا كزمالك عندنا خيانه. واحد زي زيزو ده خان الكل وطعن الكل في الظهر مثلا، دي خيانه. فاي فريق بيطلع منه حد خاين مفيش مشكله، لان انتوا بتلعبوا فودان لعيبه زي ما لعبتوا فودان الشناوي قبل مباراه السوبر، وزي ما بتعملوا في تاريخكم كله في التفويت وفي الفلوس، وبتشتروا زي ما من اللعيبه ويفوت لك حارس، مدافع، مهاجم، المدير الفني، بالاضافه لشغل الحكم وحكم الرايه اللي احنا عارفينه. الكره تبقى فاول عليك في فاول على المهاجم، على المدافع، يروح يحولها العكسيه. يعني كره امام عاشور الواد زلاكه في المباراه الاخيره دي بتاعت سيراميكا، امام عاشور رايح ورا زلاكه قبل خط 18 يعمل معاه فاول وياخد منه الكوره، فيجي زلاكه يقوم يقطع الكوره، ما حسبش الاولى فاول وحسب الثانيه فاول، واتردد فاول عكسي، بدل ما يحسبها فاول لسيراميكا حسبها فاول للاهلي. ده شغل التحكيم والتفويض، ده البنك الاهلي. وقاعد بعد كده فاركو، يا ترى فاركو هيديك الحجنه زي كل مره بالشفا، ولا هيطلع واحد في فاركو مدافع او حارس مرمى او مهاجم او مدرب يدي الحجنه لفريقه وتكون حجنه الخيانه؟ ده طبعا بالاضافه للتحكيم. فلو هتحكي عن التفويض، في مباراتين مهمتين جايين، نتمنى ما حدش فيهم يفوت، نتمنى ولا البنك الاهلي ولا فاركو لا يطلع فيهم خونه، ولا التحكيم يبقى خونه كالعاده، لان التحكيم السنه دي من اول الموسم لاخره يعني حدث ولا حرج للاهلي، حدث ولا حرج، وضد الزمالك ظلم مبين من اول مباراه لاخر مباراه. نتمنى البنك الاهلي وفاركو ما يطلعش فيهم حد خاين ولا يفوتوا، ونتمنى التحكيم يكون مظبوط علشان نشوف الدوري يروح لبيراميدز هو الاحق حاليا. ده اذا ما كانش الزمالك خد عداله وكان زمانه مخلص الدوري من زمان، بس هنقول بيراميدز بيلعب احسن حاليا، ونتمنى ان ما يحصلش ظلم ليه. مش هنقول بقى رجال اعمال تطلع فلوس كده وتقول للبنك الاهلي اللي هيجيب هدف الفوز ليه 50,000 ونعمل زيكم كده، لا، لكن هنقول للبنك الاهلي العب بشرف، ولاعيبتك محدش فيكم يكون خاين. اللي المدرب يكتشف انه خاين يا ريت يريحه، حتى لو احسن لاعب في الفرقه، لان الخاين حتى لو احسن لاعب في الفرقه يدمر لك الفرقه. نتمنى ما يكونش فيه خيانه، ونتمنى البنك الاهلي يعملها تاني، وفاركو يدي الحجنه تاني زي ما عطاها لك اولاني. سلام.